البدل الضايع. وهذا المطالبة كباتن، ما أدري هل ممكن تعلقوا على الحادثة أو اللقطة، هل فيها ركلة جزاء؟ في لقطات أفضل من هذه، يا ريت نشوف اللقطات، لأنه في لقطات فعلا تصرف سيء أيضا من بعض طبعا، ولا يمت لكرة القدم يعني بصلة. وكان مفترض أنه أيضا الهلال يكون تعامله شوية أهدى من كذا، يعني إشهار بس الكرت الأحمر في ظل هذا الوضع وفي ظل هذا التدافع، يعني كان بيزيد المشكلة أكثر. كان يفترض أنه الهلال فعلا يكون أهدى وينتظر لحد ما تنتهي الأحداث بشكل كامل. أيضا تدخل الجهات الأمنية كان مفترض أن يكون بدري من كذا. يعني الحين احنا لو شاهدنا يمكن ما يقارب نصف دقيقة في تدافع، صحيح. والأمن بعد ما دخل إلى أرضية الملعب، لأنه في مثل هذه يعني الحالة فيها فلتان أعصاب، ممكن أن اللاعب يعتدي على الحكم بالضرب. هل مسموح على رجال الأمن أنهم يدخلوا بسرعة؟ نعم. بسرعة، ما حسوا أنه الحكم في خطر أو أي شيء داخل أرضية الملعب غير طبيعي، مفترض أنهم يدخلوا بشكل مباشر. نشاهد اللقطات في جزئية لو سمحت لي يونس، يعني كضربة جزاء احنا في خلال متابعتنا ومشاهدتنا خاصة في هذه فهي للحق ضربة جزاء واضحة في وجهة نظري. حكمنا عبد الله الهلالي لا نريد هذه اللقطة. لا هي نعم هي اللقطة. لأن أنا بشير على شيء بعد كابتن الهلال. هي يعني ضربة الجزاء ضربة جزاء، ولكن نفس الشيء فيها تحايل من اللاعب بحكم انه هو في شد، ولكن ممكن هناك، ولكن كضربة جزاء ضربة جزاء. ولكن خارج